السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم رجعت لكم بوصفه جديده كما راكم تشوفوا فيها لوبيا مونجدو او لوبيا الخضراء بزوج قطع تاع اسكالوب. نديروا طبق فخم مليح للعرضات، مليح لرمضان، ويعني كما راكم تشوفوا ما راهش غالي بزاف. قبل ما نبداو كما العاده نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. ما تنساوش اخواتي لايك الفيديو اذا عجبكم، وكذلك اذا كنتوا اول مره تزوروا القناه نتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس. نروح نبداو الوصفه. اولا في مقلاة نديروا يعني كميه من الزيت، تقريبا 6 ملاعق كبار زيت، حبه بصل كبيره، 3 ولا 4 سنينات ثوم يكونوا متوسطين الحجم. نرحي البصل ديالي مع الثوم، نقليه بيان كما يعني راكم تشوفوا هنايا. ناخذوا هذيك القطعه تاع الاسكالوب كسوا دجاج ولا اسكالوب تاع الداند، نقطعها، ولا صدر الدجاج نقطعها ونقليها. بعدها ناخذ حبه طماطيش كبيره نرحيها كما راكم تشوفوا هنايا، ولا نسكرفجها نفس الشيء، تقدروا تخدموا بسكرفاج. نضيفها لهذا الدجاج مع البصل، نقليهم بيان توجور، يعني نخليوها 4 5 دقائق تاع القليان. هنا كما شفتوا نضيف الملعقه يعني تاع طماطم مصبره، شطبه زعتره، 2 وراقي تاع الرند. نخلط كلشي ونخلي كلشي يتقلى، نملح بيان سور، وندير التوابل تاعنا كما موالفين معايا دائما: سكنجبير، كركم، فلفل ابيض. والتوابل كما دائما نقول لكم حسب الرغبه، تقدروا ديروا كمون، اللوبيا يعني تمشي بزاف بالكمون، اللي يحب الذوق تاع الكمون يدير الكمون. انا يعني في العائله ما يحبوش بزاف، الوغ نيفيتي يعني ما نديرش كميه كبيره. هنا ما درتش كاع الكمون، خليتها تتقلى كما راكم تشوفوا، درت لها شويه يعني ما تقريبا نص كاس ماء. من بعد اللوبيا ديالي هذه يعني كنت نقيتها، قطعتها طويله هكذا، يعني ما نقطعوهاش صغيره، نقطعوها كبيره، نفوروها ولا نغليوها. انا دائما نحب نفور اللوبيا ديالي، وكي نفوروها نديروا ورقه تاع الرند مع الماء تاع التفوار ونملحوها. هنا اضفت لها شويه ملح، فوالا. دوكا نخليها هكذا، ما نقعدش نلون فيها حتى يعني تاخذ الغليه، ترفد الغليه. من بعد نقلبها شويه. هنايا الطبق تاعي راكم تشوفوا في طبق التقديم. في هاد الاخرى دايره لي بولات تاع الاسكالوب، ما كنتش وريت لكم يعني في كيف درتهم، بيسك يعني قريتهم وحدهم. هنا هاد الكويرات تاع الدجاج يعني اختياريه، اذا حبيتوا ديروها يعني اذا حبيتوا تستغناو عليها ديروا فقط اللحم تاع الدجاج ولا الاسكالوب دو داند، ترحيوه شويه يعني شريحه، ديروا لها نفس التوابل اللي درناهم في المرق، وترميوهم في المرقه يعني قبل ما تضيفوا اللوبيا حتى يعني يتقلاو وياخذوا البنه. من بعد تضيفوا اللوبيا ديالكم. انا هنا كنت نسيت يعني ما حطيتهمش في ديك المرحله، دونك قليتهم قبل، من بعد حطيتهم في المرق وحدهم باش يعني يرفدوا فقط الذوق تاع المرقه ديالنا. هكذا يعني نكونوا كملنا الطبق ديالنا. كما شفتوا يعني نسربيوه في طبق التقديم. هو الطبق السهل، ميم با يعني نص ساعه توجدوه، والنتيجه ديالو هايله ما شاء الله. الذوق تاعو ولا اروع، نتمنى تجربوه وتكتشفوا الذوق ديالو. بقعد لي غير نقول لكم دوكا الى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله. ما تنسونيش بلايك للفيديو واشتراك اذا كنتوا اول مره تزوروا القناه، مع تفعيل الجرس. الى اللقاء.